السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي تالتة إعدادي. في الفيديو ده هنحل مع بعض امتحان اللغة الإنجليزية محافظة القليوبية للعام الدراسي 2024. اللي متابعني يا حبايبي في الفترة الأخيرة في الفيديوهات اللي بننزلها وكمان اللايف اللي بنعمله يوميا الساعة 8 مساء هيعرف إن الحمد لله الامتحان كان متوقعاتنا بالنص وحلينا كل الأفكار دي على اليوتيوب وعلى زوم الحمد لله. السؤال الأول: مجدي wants to buy a new mobile phone. مجدي عايز يشتري موبايل جديد. Hello, how can I help you؟ العامل في المحل بيقول له ازاي اقدر اساعدك؟ فيقول له انا عايز موبايل جديد بس. I want to buy a new mobile phone. هجيبها من العنوان الرئيسي. I want to buy a new mobile phone. طيب what kind of mobile؟ نوع ايه؟ لو انت كملت تحت مش جايب حاجة تاني فبراحتك هتقول I want وبراحتك. I want Samsung، I want LTC، I want iPhone. براحتك، الفلوس اللي معاك هات بيها. يبقى I want ونوع معين من الموبايلز. سأل سؤال فقال it's great how much is it؟ والله كويس، بكام؟ إذا قال له إيه رأيك في ده؟ جاب له موبايل معين قال له إيه رأيك في ده؟ What do you think of this موبايل؟ What do you think of this موبايل أو what do you think of it؟ إيه رأيك في ده؟ فقال له كويس، بكام؟ فأي رقم it's مثلا 3000 LE أو باوندز 3000 جنيه. here you are اتفضل. حاجة تاني شكرا، يبقى anything else حاجة تاني فقال له ايه؟ لا شكرا. السؤال التاني القطعة الصغيرة importance physical bullying more important most. Teenagers around the world have a lot of problems. طبعا المراهقين عندهم مشاكل كتيرة خالص. one of these problems is أحد المشاكل دي اللي هي ايه؟ طبعا bullying اللي هو التنمر which has a bad effect on teenagers بيكون له تأثير سلبي جدا على المراهقين. It's not to keep in mind that there are different kinds of bullying. طبعا it's important من المهم. There are not verbal emotional bullying and cyber bullying. هيقول لك الأنواع بقى. طبعا physical ممكن تنمر physical بدني يعني اللي هو البلطجة مثلا يعني. physical bullying is the not common form of bullying. the يبقى تفضيل the most. القطعة الكبيرة يا حبايبي الحمد لله حلينا الفكرة بتاعتها قبل كده. بيقولك هنا ان تقريبا كل حاجة حوالينا في العالم الجديد اللي حوالينا كله يتحكم بها عن طريق الكمبيوترز. كمان الكمبيوترز دي بيقولك اكفأ بكثير جدا من العنصر البشري لانهم عندهم ذاكرة بتكون كويسة جدا وكمان ممكن نخزن عليهم كمية هائلة جدا من المعلومات. بالاضافة لذلك كمان الكمبيوتر ممكن يحسب لك اي عملية حسابية في جزء من الثانية. ماشي، كمان ممكن يعمل حاجات كتيرة خالص من الحاجات اللي احنا بنعملها وكمان بيكون أسرع وأكثر دقة. That's why computers are widely used nowadays. وده السبب ان الكمبيوتر بيستخدم حاليا بشكل واسع جدا هذه الأيام. الفقرة التانية كمان بيقولك ان الكمبيوترز بتستخدم في مجالات كتيرة جدا زي مجال الصحة والفنون والعلوم. في مجال الصحة على سبيل المثال we use them نستخدم مين؟ طبعا كمبيوترز، يبقى هنا them تعود على الكمبيوترز. في الطب في هذه الأيام كمان بيقولك بمساعدة الكمبيوترز دكتور ممكن يعمل سجلات معينة للمرضى بتوعه على الكمبيوتر عشان لما يحتاج لأي معلومة في أي وقت يلاقيها طبعا وكمان يحصل عليها بسرعة وبسهولة. إلى جانب كده كمان بيستنتج what's wrong with patient. ممكن يعرف عن طريق الكمبيوترز ايه المشكلة عند المريض ده وكمان العلاجات او العلاج الافضل ليه او لها. كمان بيقولك في مجال العلوم الكمبيوتر تستخدم بشكل واسع جدا في العلوم والرياضة والتاريخ والأدب أو الثقافة. You tell the computer which subject you are interested in. انت بس بتقول للكمبيوتر ايه المادة او ايه الموضوع اللي انت مهتم بيه and it supplies you بيديلك كل المعلومات اللي انت عايزها في ثواني. The best title of the passage ايه افضل عنوان للقطعة؟ طبعا هختار دي the importance of the computers أهمية الكمبيوترز. زي ما تعود على مين قلنا computers. كمبيوتر كان ستور طبعا قلنا great هنا كانت huge طبعا هنا great أو massive يعني كمية كبيرة جدا من المعلومات. Why are computers more efficient than human being؟ ليه
الكمبيوتر ممكن يكون اكثر كفاءة من البشر، قلناها فوق، هتلاقيها في السطر التاني او التالت، هجيبها لك بالنص ان هم عندهم ذاكرة قوية وبيعملوا لك اي حاجة انت عايزها في اي وقت. عايز الخص تاني فقرة، حاضر هطلع لك فوق اوريها لك. Do you think computers will control the world one day؟ هل تعتقد ان الكمبيوتر هيتحكم في العالم في يوم من الايام؟ انا كوجهة نظري ايوه اعتقد. ليه؟ عشان هم بتستخدم بشكل واسع جدا هذه الايام، فبالك بالمستقبل. عندك مثلا إجابة رقم 4 الكمبيوترز، هتلاقيها في السطر التاني والتالت إن هي أكثر كفاءة. ليه؟ عشان الذاكرة بتاعتها أكبر وأفضل، وممكن تخزن كمية كبيرة بالمعلومات، وكمان ممكن تجيب معاها السطر اللي بعدها إن هي بتكون بعمليات حسابية في جزء من الثانية. أوكي؟ طيب هل تعتقد ان الكمبيوتر ممكن يتحكم في العالم في يوم من الايام؟ ايوه ممكن تكتب يس وتكتب اخر كلمة في الفقرة او اخر جملة في الفقرة الاولى. computers are widely used nowadays، تستخدم بشكل متسع جدا. كمان ممكن تقول له no because they are just a machine، هم مجرد آلات. براحتك عادي. عايز تلخص الفقرة التانية، هتجيب الجملة الأولى في الفقرة التانية اللي هي computers are used in many fields such as the field of health, arts and science. الاختيارات: كلمة peaceful معناها quiet. tradition أضيف لها al means services such as electricity و natural gas و water to help the members of the community. طبعا هتكون public services. find out معناها discover. our school team came first in the tournament، يبقى هم فازوا بإيه؟ طبعا championship. people can communicate with each other all over the world، ده معناها ان هم they use طبعا social network services. الجرامر the government اللي هي الحكومة build our new school next summer. كمان كده everything has been arranged، قلنا كلمة arranged ترتيبات وانت مغمض، مضارع مستمر am is are والفعل مضاف له ing. the government is building. I think English is the not good subject. طبعا the best. Russia not see her mom since she was. since قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، إذا هنا hasn't seen عشان الجملة منفية، not هنا يبقى hasn't seen. our first lesson جدول مواعيد وانت مغمض starts. كمان not invited his cousin to his wedding last month ماضي but didn't invite. واخر حاجة مقال نقدي عن a day you spent in the park with your family. اسهل من كده مفيش، وده برضو قلناه ممكن يجي عبارة عن مقال نقدي او يجي عبارة عن short story قصة قصيرة، او مقال نقدي عن يوم انت قضيته في مكان معين، او قلنا ممكن يجي a visit to واي مكان معين، ولازم كل كلامك يكون في الماضي البسيط. في النهاية يا حبايبي بنفكركم ان احنا عندنا لايف يوميا الساعة 8 مساء، بنتوقع فيه كل التوقعات ونحل كل الامتحانات اللي ممكن نتدرب عليها عشان امتحانات المحافظات اللي لسه هتمتحن تاني يوم. يا ريت تساعدونا على انتشار قناة يحيى اكاديمي في جميع انحاء الجمهورية، واي سؤال يقف قصادك نزله هنا في كومنت في اي وقت. اللهم علما ينتفع به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.